الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم من جديد طلابي وطالباتي في الصف الرابع في مدرسة دار السلام الخاصة. هذه مس إخلاص تحييكم. سنقوم باستكمال شرح الجزء الثاني من درسنا بيتنا الفلسطيني القديم. هيا على دفترك عزيزي الطالب، اكتب هذا السؤال بخط جميل ومرتب ثم أجب عنه إجابة صحيحة. السؤال يقول: ضع إشارة صح أو خطأ أمام العبارات التالية. أولا: بيت الإنسان الفلسطيني القديم مشابه لبيته الحديث. نقول: هل البيوت القديمة تشبه البيوت الحديثة؟ هل الزمن القديم مشابه للزمن الحالي أو الحديث؟ إذا نقطة واحد خطأ. بيت الإنسان الفلسطيني القديم مختلف عن بيته حديثا. ننتقل للنقطة الثانية: تبنى البيوت الفلسطينية الحديثة من الطين. يعني حديثا أو في وقتنا الحالي إحنا بنبني بيوتنا من الطين؟ نقول إجابة خاطئة. حاليا لا تبنى البيوت من الطين. الآن نتعرف على عناصر الدرس. أولا سنقوم بالتعرف على مفهوم البيت الفلسطيني القديم. ثانيا مفهوم البيت الفلسطيني الحديث، يعني ما المقصود بالبيت القديم وما المقصود بالبيت الحديث. ثالثا سنعقد أو سنجري مقارنة ما بين البيت الفلسطيني قديما والبيت الفلسطيني حديثا. الآن سنقوم بشرح النقطة الأولى والثانية معا. لنقوم بشرح النقطتين سنبدأ بأداء النص الحواري المعروض أمامنا، ونتأمل الصور ونجيب عن الأسئلة التي تطرحها المعلمة. الآن نبدأ. زارت خديجة بيت جدها مسرورة. الجد: ما سبب سرورك يا خديجة؟ خديجة: قضينا يوما ممتعا، فقد قمنا مع معلمتنا بجولة في البيوت القديمة ومنها بيتنا القديم. يعني هي كتير مبسوطة خديجة لأنه هي راحت مع معلمتها رحلة وشافت كل البيوت الأثرية الفلسطينية القديمة اللي هي معروضة أمامنا في هذه الصور، ومنها البيت الأثري الفلسطيني القديم اللي كان بيعيش فيه أجدادها. جدتها الآن بتسألها: وماذا تعلمتِ عن البيوت الفلسطينية القديمة؟ تحكي لها: أنتِ شو عرفتي معلومات عن بيتنا الفلسطيني القديم؟ فهي ردت عليها قالت لنا المعلمة: كانت بيوتنا الفلسطينية القديمة بسيطة. يعني بسيطة جدا 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 زي ما هي موضحة أمامك في الصور. بنيت جدرانها، يعني الحيطان تبعتها، وأسقفها يعني السقف أو السطح، من الحجارة والطين. إذا البيوت تتميز بأنها بسيطة، هذا أولا، هذه البيوت القديمة الفلسطينية. وثانيا إنها مبنية من الحجارة والطين، مواد بنائها عبارة عن حجارة وطين، وبعضها سقف بالأخشاب ووضع عليه طبقة من الطين. يعني بعض البيوت كان السقف عبارة عن أخشاب وفوق طبقة الخشب طبقة من الطين. إذا ما هي المواد المستخدمة في بناء بيوتنا الفلسطينية القديمة؟ نقول الحجارة والطين وأيضا الأخشاب. فالجدة بترد عليها بتحكي لها إنه هذا صحيح يا بنيتي. فخديجة بتسأل جدتها: لماذا تركت هذه البيوت يا جدتي؟ بتقول لها: طب ليه أنتوا تركتوا كل هاي البيوت؟ فالجدة ردت: لقد تغيرت ظروف حياة الناس وتطورت مع مرور الزمن، فبنوا بيوتا حديثة بدلا منها. يعني ظروف حياة الناس تغيرت وكل الزمن تطور والحياة بتتطور، فبالتالي الناس تطورت، فأيضا البيوت تطورت، فبنوا بيوت أفضل وأكثر تطور، هي البيوت الحديثة. الآن البيوت الحديثة كما هو موضح أمامنا في هذه الصور. طب لو أنا سألتكم حسب الصور المعروضة أمامنا، البيوت الحديثة مما صنعت، أو ما هي مواد بناء، أو ما هي المواد المستخدمة في بناء البيوت الحديثة في وقتنا الحالي؟ نقول الإسمنت، أحسنتم، وكذلك الحجارة. ممتاز. طيب هنا لو سألنا سؤال بصيغة أخرى، حكينا لماذا تغيرت أو لماذا قام الفلسطينيون ببناء البيوت الحديثة؟ بيجي السؤال في صورة علل، واذكر السبب بناء الفلسطينيون البيوت الحديثة. نقول السبب بسبب تغير وتطور ظروف الحياة وتطور الزمن، كذلك تغير ظروف الناس، تطور حياتهم، تطور الزمن. كل الإجابات في هذه الحالة صحيحة. الآن من يعرف لنا البيوت الفلسطينية القديمة؟ بالمقابل من يعرف لنا البيوت الفلسطينية الحديثة؟
هيا بنا الآن البيوت الفلسطينية القديمة نقول بأنها بيوت مبنية من الحجارة والطين، وبعضها مسقوف من الأخشاب أو مسقوف بالأخشاب وعليه طبقة من الطين. هذا تعريف البيت القديم. أما البيت الفلسطيني الحديث عبارة عن بيت مبني من الحجر والإسمنت، ولكن هل هذا البيت حديثا يعتبر واسع؟ نقول إذا مساحته واسعة. وكذلك هل البيت الفلسطيني الحديث يعني بيوتنا حاليا أو بيوتنا في الوقت الحالي هل عبارة عن غرفة واحدة أم عدة غرف؟ نقول بيوتنا حاليا واسعة أو متسعة ومتعددة الغرف. إذا من يعرف لنا البيت الفلسطيني الحديث؟ نقول بأنها هي بيوت مبنية من الحجر والإسمنت، وهي واسعة ومتعددة الغرف. الآن نجيب عن هذه الأسئلة بحيث أنه ننهي شرح النقطة الأولى والثانية في الدرس. اكتب ما تشير إليه العبارات. 1. بيوت مبنية من الحجارة والطين، بعدها مسقوف بالأخشاب وعليه طبقة من الطين. نقول البيوت الفلسطينية القديمة. أحسنتم. السؤال الثاني: بيوت مبنية من الحجر والإسمنت ومعظمها واسع ومتعددة الغرف. نقول هي البيوت الفلسطينية الحديثة. أحسنتم. ننتقل للسؤال الثاني والذي يقول: اذكر السبب بناء الفلسطينيون البيوت الحديثة. لماذا بنى الفلسطينيون البيوت الحديثة؟ نقول بسبب تطور الزمن وتغير ظروف حياة الناس. الآن ننتقل لشرح النقطة الثالثة والأخيرة في درسنا، لننقسم إلى مجموعات ثم نتأمل صور الكتاب المدرسي صفحة 8، ونناقش الفرق بين أقسام البيت القديم وأقسام البيت الحديث، يعني مما يتكون البيت الفلسطيني قديما ومما يتكون البيت الفلسطيني حديثا. المجموعات تقوم بعرض أدائها داخل الغرفة الصفية. هيا بنا نناقش الصور. الصورة الأولى هي لبيت قديم أم حديث؟ أحسنتم، لبيت قديم. هل هذا البيت القديم يتكون من غرفة واحدة أم عدة غرف؟ نقول هو يتكون من غرفة واحدة فقط. هذه الغرفة كانت تعيش فيها أسرة واحدة، بمعنى زمان أو أجدادنا قديما كانت بيوتهم كبيرة ولكن البيت مقسم إلى غرف، كل أسرة بتعيش في غرفة واحدة. هذه الغرفة منها مطبخ، منها غرفة ضيوف، منها غرفة نوم، غرفة للمعيشة، الأطفال بيمارسوا ألعابهم فيها، غرفة طعام، يعني غرفة واحدة لكل أسرة. هذا قديما. وكانت البيوت جدا جدا بسيطة. قلنا أيضا تبنى من حجارة وطين وأخشاب. أما حديثا كما هو موضح أمامنا في الصورة الثانية، البيوت الحديثة شكلها أكثر تطورا، والمواد المستخدمة في بنائها قلنا الحجارة والإسمنت. لأنها واسعة فبالتالي هي بتتكون من عدة غرف. من يعدد لنا أقسام البيت الحديث كما هو في الصورة، أو من خلال حياتنا أو من خلال ما إحنا عايشين في بيوتنا حديثا؟ مين يحكي لنا إيش أقسام بيوتنا حديثا؟ غرفة، حمام، طبعا غرفة نوم، في كذا غرفة نوم بيكون، في عنا حمام، في عنا مطبخ، في عنا صالة، في عنا بلكونة، في عنا غرفة ضيوف، في عنا غرفة طعام، في صالة. ممتاز، يعني أقسامه متعددة. الآن نفتح الكتاب صفحة 8 ونجيب عن هذا الجدول. أقسام البيت القديم قلنا غرفة واحدة لكل أسرة. أما أقسام البيت الحديث بنعددهم: غرف نوم، حمام، صالة، مطبخ، غرفة ضيوف، غرفة معيشة، إلى آخره. الآن السؤال: نكمل الجدول التالي كما هو مطلوب. هذه أو عفوا هذا الجدول سيتم توزيعه في صورة بطاقة على الطلبة بحيث نجيب عنه كما ورد في الشرح. المقارنة بين البيت القديم والبيت الحديث. شكل البيت القديم نقول بسيط، أما البيت الحديث شكله متطور. ما هي مواد بناء البيت القديم؟ قلنا حجارة وطين وأخشاب. أما البيت الحديث مما يبنى من الحجارة والإسمنت. أقسام البيت القديم نقول غرفة واحدة لكل أسرة، والبيت الحديث عدة غرف نوم، ضيافة، مطبخ، حمام، صالة، بلكونة، إلى آخره.
بالنسبة لتقويم الختامي، هذه الصورة سيتم أو هذه البطاقة التي تتضمن مجموعة صور سيتم توزيعها على الطلبة بحيث نجيب عنها كما تم في الشرح. وأخيرا، ماذا تعلمنا في درسنا لهذا اليوم؟ سنستمع لإجاباتكم أحبائي الطلبة داخل الغرفة الصفية. إلى هنا أحبائي وينتهي شرح الجزء الثاني من درس بيتنا الفلسطيني القديم.